السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل لكم فطيره محشيه، ومعايا بنوته هتقول لكم الفطيره محشيه بايه وهتقول لكم المكونات بتاعتها. ازيك يا مامتي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله. يا رب دايما تكوني بخير وكل الناس يا رب يكونوا بخير. يا رب. دلوقتي يا جماعه احنا هنبدا في الفطيره، حاجه بسيطه جدا وبادوات بسيطه جدا. لو انت قاعده يعني فاضيه ممكن تعمليها في اسرع وقت. احنا معانا دلوقتي 2.5 كوبايه دقيق، ومعانا كوبايه لبن، ومعانا خميره، ومعانا الحشو بقى. هنحط فلفل وزيتون ولانشون وجبنه نستو، ومعانا جبنه رومي وبس. يعني لو انت عايزه تحطي اي حاجه بقى للحشو، اي حاجه انت عايزاها، ممكن تحطي قوطه، ممكن تحطي اي حاجه تانية من جوه الحشو، ممكن تحطي فيه كل حاجه انت عايزاها. ومعانا طبعا خضره برضو، ده اي حاجه انت بتحبيها ممكن تزوديها في الحشو. ومعانا كوب زبادي، ده بيبقى سر جدا في ان اللي بيخلي الفطيره تبقى طريه. دلوقتي بقى احنا هنحط الكوبايتين ونص دقيق، ومعلقه سكر كبيره، ومعلقه بتاعه الخميره برضه هتحطي معلقه كبيره، وهنحط رشه ملح. طبعا انا هوريكم بقى الادوات واحنا بنعمل، فاستنونا نعمل الادوات وهنقول لكم. دلوقتي هناخد البوله هنحط فيها انا دلوقتي حطيت كوبايتين ونص دقيق، حطينا عليهم معلقتين زيت او سمنه سايحه على حسب ما انت عايزه، وحطينا رشه ملح كده، وهنحط كوبايه زبادي على حسب الزبادي برضو اللي انت عايزاه، ممكن زبادي بلدي وممكن الزبادي اللي هو التاني عادي. بعد كده بقى هنحط شويه لبن، بعد كده هنحط خميره، طبعا شويه لبن للعجن. نحط بقى ايه معلقه خميره كده بس، وهتفضلي تعجني ومع العجن كل ما تحتاج ميه او لبن تقعدي تعجني كده لحد ما ما تلاقي العجينه بتلزق معاكي شويه شويه، حاجه بسيطه. وعلى فكره الزبادي بيخليها تبقى طريه. ماشي، احنا دلوقتي هعجنها وهروح اعجنها واجيلكوا تاني. دلوقتي ده بصوا بقى، ده شكل العجينه بعد ما عجناها. انا حطيت طبعا اللبن، واللبن اهم حاجه تركايه ان اللبن يكون دافي مش سخن، عشان لما بيكون دافي ما بيخليش الخميره تبوظ. يعني حاجه يكون ان اللبن دافي. ونغطيها بقى علشان خاطر الخميره تتخمر تخلي العجينه تنفخ. انت لما بتغطيها بتخلي العجينه تنفخ اهي. بصوا كده عجناها، هنسيبها بقى ان هي تختمر، هنغطيها ونسيبها ان هي تختمر. وبعد كده هنخش بقى على الخلطه الحشو اللي هنعمله جوه العجينه. دلوقتي بقى هنعمل الحشو، هنحط حطينا خلاص الخضره في الكبه. هنحط طبعا الفلفل هنا كده، لو انت عايزه تحطي توابل مع الخضره مع اي حشو، قلتلك عايزه تحطي اي حاجه حطيها. عايزه تحطي توابل، عايزه تحطي اي حاجه تاني حطيها. دلوقتي بقى هي خلاص حطيناها اختمرت. بعد ما اختمرت قسمناها، هي خلاص عليت اهي زي ما انتم شايفين، اختمرت وعليت. قسمناها ل4 قطع. كل قطعه بقى هناخدها نفردها ونحشيها. طبعا انا نسيت اقول لكم ان احنا حطينا في العجينه معلقه سكر. واهم حاجه يكون الميه او اللبن، بقولها لكم تاني، الميه او اللبن اللي هتحطوها لازم تكون دافيه بس كده. دلوقتي بقى انا حاولت ان انا افردها بالنشابه شويه، كل ما افردها بالنشابه تلم. فدلوقتي بقى هنحشيها بالخضره والفلفل زي ما قلنا، وهنحشيها بالفلفل اللي هو الفلفل الحامي والخضره، وهنحط عليها شويه زيتون وشويه جبنه رومي. دلوقتي بقى انا خلاص اهو حشيتها بالجبنه الرومي وبالزيتون وبالخضره والفلفل زي ما قلت لكم. هنقفلها وبس خلاص. انتوا بقى عايزين تعملوها في الفرن تعملوها، عايزين تعملوها في الطاسه من فوق، فهي في كل الطرق تنفع. دلوقتي بقى دي اللي هي الواحده التانية. حطيت عليها جبنه نستو، وحطيت الخضره مع الفلفل، وحطيت اللانشون عليهم من فوق، وحطيت زيتون وبس. هنقفلها وهندخلها على يا اما الفرن يا اما الطاسه زي ما انت عايزه. دلوقتي بقى انا هحطها في الطاسه و نسيبها بقى انا عن نفسي هعملها في الطاسه اهي. دلوقتي هو اصلا المفروض كانت الواحده تتقسم 2. احنا دلوقتي عملنا الطاسه، حطينا فيها معلقه زيت،
حمرناها وش وظهر، وبعد كده بودو طلعتها، واهي بسم الله ما شاء الله ريحتها تحفه جميله جدا. بصوا يا جماعه دلوقتي انا كده طلعتها، شكلها يجنن، شكلها حرفيا جميل قوي، واخده لون حلو قوي. وبصوا اسمعوا صوت القرمشه كده، صوت القرمشه جامد. وعلى فكره هي مش ناشفه خالص، هي طريه طريه جدا. وان شاء الله باذن الله يكون طعمها حلو. وانا اول مره على فكره اعمل الوصفه ديت، ويا رب يا رب ان شاء الله باذن الله تكون حلوه. عايز تقولي حاجه يا ماما؟ ويا رب تعجبكم، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في وصفه جديده.